جات عليك قبل كده فترة حسيت فيها إن مخك ساكت، مش هادي لأ، ساكت من كتر الزحمة اللي جواه، ساكت، وفجأة لقيت إن الحاجات اللي كنت بتحبها ومبدع فيها وبارع فيها بقيت بتبصلها من بعيد وحاسس إن روحك ما بقتش موجودة، بقيت بتعمل الحاجة دي بس علشان ما تحصلش مشاكل أو تقلل الخسائر. أسوأ حاجة إنك تبدأ تشك في نفسك، تبدأ تقول لنفسك هو أنا خلاص بقيت شخص فارغ فاضي، مبقتش حتى قادرة أفكر. فين الإبداع بتاع زمان؟ فين التفكير بتاع زمان؟ فين الأفكار الكتير اللي كانت بتيجي فجأة؟ حتى مجرد الفكرة التقليدية مبقتش قادر عليها، ولا دي كانت لحظات حماسية وبتروح لحالها؟ ما كانش فيه إبداع ولا حاجة. بس الحقيقة إن العقل البشري مش آلة. عقلنا لما بيتعرض لفترات طويلة من الضغط المستمر، القلق، التوتر، الخوف من المستقبل، تحميل فوق طاقته، مشاكل متراكمة، يبدأ يحمل حاجة اسمها